في ناس بتبني بيوت وناس بتبني مدن، وفريق تالت بيبني فكر جديد للعالم كله، وبطلة حكايتنا واحدة منهم. النهاردة هنتكلم عن مهندسة قدرت تخلي العمارة لغة لكل البشر، خصوصا الفئات المهمشة زي اللي عندهم توحد وسكان المناطق العشوائية. المهندسة ماجدة مصطفى، حدوتة مصرية من طراز نادر غيرت مفهوم التصميم مش بس في مصر، ده في أفريقيا والعالم كله. من وهي صغيرة كان عندها فضول مختلف، ما كانتش بتشوف العمارة مجرد حديد وخرسانة. يعني مثلا كده كانت بتسأل نفسها ليه في أوضة بتحسسها بالقلق وأوضة تانية بتحسسها بالأمان. لما دخلت كلية هندسة ما كانتش طالبة نمطية، كان كل همها تبقى مهندسة شاطرة، وكانت بتدور على معنى حقيقي وتصميم يحترم الإنسان قبل الحجر. وفي سنة 2002 حصلت نقطة تغيير كبير في حياتها، وقررت تكسر واحد من أكبر التابوهات في العمارة، وده بعد ما سألت نفسها ليه العمارة مش بتهتم بالناس المصابين بالتوحد. سؤال بسيط لكن بسببه المهندسة اشتغلت سنين على مشروع ما كانش مجرد بحث، كان بداية لتصميم عالمي، الأول كود معماري من نوعه في العالم العربي، واللي اتبنى عليه مشاريع في مصر وكندا والهند والإمارات. وعشان أقرب لك الفكرة هضرب لك مثال. ممكن تتخيل إن الإضاءة ممكن تبقى مؤذية، أو الزحمة البصرية ممكن ترعب طفل، أو الفراغ اللي مفتوح ممكن يخلي عقل حد يتوه. تفاصيل صغيرة كتير مننا ممكن ما يهتمش بيها أو ياخد باله منها، لكن كانت بالنسبة لها حاجة كبيرة لحد محتاج معاملة خاصة. الجميل بقى إن البحث ما كانش مجرد ورق، ده اتنفذ على أرض الواقع، تحديداً في مدرسة لتطوير مهارات الأطفال ومقرها في القطامية. المشروع كمان امتدت لبلدان زي الهند وكندا، وكمان جامعة في إيرلندا. ومع مرور الوقت العالم ابتدى يسمع اسم المهندسة ماجدة مصطفى، مش بس كباحثة ولكن كمفكرة بيستعينوا بيها تدي محاضرات سواء في الجامعات أو مؤتمرات المعماريين. ونيجي لسنة 2023 وفي معرض بينالي فينيسيا، ماجدة عرضت مشروع تفاعلي فكرته كانت جريئة، إن المدن الحديثة مش معمولة عشان كل الناس، وإن اللي عندهم حساسية زيادة زي المصابين بالتوحد بيتعذبوا في الزحمة والإضاءة والدوشة. المشروع مش بس اتحط في معرض دولي، ده كمان اتحول لمحور نقاش في مؤتمرات التصميم الحسي في أوروبا وأمريكا. وكانت النتيجة المهندسة أخذت جائزة UIA للمساحات الشاملة مرتين، والجائزة دي بتعتبر أعلى تقدير بمنحة الاتحاد الدولي للمعماريين للمشاريع الإنسانية المؤثرة. وده كله بخلاف جوائز تقديرية أخدتها من جامعات ومؤسسات في أمريكا وسويسرا وكندا. ورغم شهرتها عالميا، ماجدة عمرها ما نسيت بلدها، وفضلت تدرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عشان الجيل الجديد من المعماريين يعرف إن التصميم مسؤولية مش رفاهية. وكمان أسست استوديو TM داخل الجامعة الأمريكية، ومن خلاله حولت الفجوة بين التصميم الأكاديمي والواقع اليومي. اهتمت بالجانب العملي أكتر من النظري، لدرجة إنها اشتغلت مع طلابها على مشاريع فعلية في مناطق مهمشة. ونيجي لسنة 2025 المجلس القومي للمرأة اختارها ضمن أهم المهندسات في أفريقيا اللي غيروا نظم العمارة والتصميم في القارة السمراء. لكن اللي يميزها إنها الوحيدة اللي صوتها بيخاطب العقل والقلب في نفس الوقت. ماجدة مش مجرد معمارية شاطرة، دي صاحبة فكر إنساني نادر بيتدرس حاليا في جامعات أوروبا والعالم العربي. كمنهج بيقول إن المعماري مش بس بيبني، المعماري ممكن يواسي ويشفي ويصالح الإنسان مع المكان. المهندسة ماجدة وصلت رسالة للعالم كله، إن التصميم لما يكون فيه حب ممكن يغير حياة.